هعمل معاكم النهارده كيكه التفاح، بما ان الجو بقى لطيف كده وعايزين حاجه فيها قلفه بس في المقلايه. اول حاجه عندي التفاح، اي نوع تفاح تحبوه. انا بحب النوع ده لانه يجمع ما بين الحلاوه والحموضه. انا بس هاخده كده، اشيل اللب وهقطعه شرايح رفيعه. انا عندي هنا المقلايه هحط فيها 4 معالق من السكر البني، وبعدين هبدا ارص شرايح التفاح بالشكل اللي نحبه. رصتهم بالشكل ده كده، معلقتين من السكر البني، وبعدين هاخد قرفة واوزعها كده. وهحضر معاكم خليط الكيك: 2 بيضة مع فانيلا، نص كوباية من السكر، نص كوباية من الحليب، نص كوباية من اي نوع زيت نباتي اضرب مع بعضه، 2 كوب الا ربع من الدقيق، عليهم رشة ملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. قلبهم كلهم مع بعض كده، وبعدين هنخلهم على الخليط ده ونقلب. ده خليط الكيك عندي جاهز، شايفين قوامه شوية تقيل. اوزعه هنا، شوفوا كده جاهز عندي. هنحطها على النار ونقلل الحرارة، تقريبا بتاخد من 20 ل 25 دقيقة، بس هنغطيها. اخدت اكتر من 20 دقيقة صراحة، اخدت تقريبا نص ساعة بس. شوفوا هنحط فيها كده يطلع نضيف، فده معناه ان هي استوت. فاحنا بس عايزين الوش ده يتحمر، وبعدين هقلبها كده. الله، وربنا تحفة. وبعدين هرجعها تاني هنا دقايق تاخد لون من الناحية التانية كده. شوفوا جاهزة، شوفوا من الناحية التانية. اخد دي اهي، الريحة يا جماعة مش طبيعية.